نستكشف كل الخيارات الموجودة أمامنا ونأخذ بأرشدها وأفضلها وأكثرها صلاحا. علاش هذا النظام ما عندوش عزيمة؟ سبب بسيط، هذا النظام يتصرف كمرعوب. تبون لا يثق في أقرب مقربيه، لا يثق في شنقريحة، شنقريحة لا يثق في أقرب مقربيه. يعني أنت تطرح الآن قضية شرعية الحكم وقضية طبعاً أساسيات قوة الحكم الداخلي. يعني طبعا إذا لم تكن أنت متأكد من نفسك، تبون على بالك كيفاش يخمم باللي لو يخرج طريق الأمريكاني يقلبوه ببساطة. هذه هي الفكرة البسيطة اللي عنده. هو ليس الرجل الذي سوف يطرح نظريات في الحياة الدولية، لا، هو الحساب نتاعو بسيط. أنا نخرج على الأمريكان يقولوا شنقريحة يقلبني، راحت الرئاسة ورحت الحبس، بالتالي يجب أن نتصرف الآن كطفل مطيع. شنقريحة يفكر بنفس المنطق. في هذا الجو الملغم لا يمكن الحفاظ على المصالح الوطنية، لأنه ما يجب أن يحافظ على المصالح الوطنية هو نخبة متماسكة وعندها شرعية. الناس يقول لك واش تحبون احنا يعني نخرجوا لعيب الأمريكان؟ لا أحد طرح إما الاستسلام التام أو الثورة الشاملة، ما بينهما يوجد شيء يسمى الدبلوماسية والمفاوضة على المصالحات نتاعك. إذا كانت حركات أقل من دولة، ايضا ما نذكرهاش في التلفزيون، حركات اقل من دوله تفاوضت راسا لراس ودات مصالحها. انت هي الدوله الاكبر في شمال افريقيا مش قادر تدي مصالحك، هذه حاله عجز تام وشامل. أنا تؤكد انه في الجزائر قضيه مجموعه الحكم طبعا، وقضيه المشاكل الداخليه، قضيه شرعيه الحكم، وضعيه القضاء، وضعيه الاقتصاد، العلاقه مع الشعب، كل هذا هو الذي ينتج هذا السوء في الاداره الدبلوماسيه. طبعا واضيف لها عاملا اخر، حاله العجز لدى صانع القرار بفعل التقدم في السن، يميل إلى الجمود، لا يميل إلى المغامرة، لا يميل إلى استكشاف خيارات جديدة. وإلا مثلا غرينلاند خارجة راس براس مع الأمريكان، كندا ترد على الأمريكان، المكسيك ترد على الأمريكان، ثاني أكبر دولة في حلف الناتو تركيا أردوغان يتعامل مع الأمريكان رأسا لرأس. ما هي قوته يعني؟ ما هي قوته؟ أولا الشعبية نتاعو، ثانيا أنه ما ينخرج. نعم. أنه لما تكون كاينة المصلحة يخبط طاولة. ترامب ماذا قال عن أردوغان؟ تتذكر وش قال؟ قال هي تاف ليدر، إنه قائد قوي، لأنه يرتكز على شرعية. نعم. وبالمناسبة نعم. لما تتصرف كقوي في المجتمع الدولي ستحترم، لما تتصرف كطفل مطيع ستداس. طيب، هذا آخر سؤال يعني لأنه الوقت داهمنا. دكتور سيف الإسلام، هذا الوضع الآن جعل الكثير من النخبة يطرح قضية التغيير في الجزائر. يعني يبدو أنه نحتاج، أنه القضية ملحة الآن، التغيير السلمي لمنظومة الحكم والتحول إلى منظومة قوية بشرعيتها الشعبية وبالقضاء المستقل، بالاقتصاد القوي، بالحريات العامة، الإبداع التي تنتج الإبداع في النهاية، حريات الاقتصادية، حريات السياسية، الحريات العامة بصفة عامة. لو نعطيك دقيقتين تعطيني على الأقل عناوين حول هذا الإلحاح على ضرورة التغيير الآن، وأنه الاستمرار مع هذه السلطة سيزيد البلاد تكلفة، والتكلفة قد تكون باهظة هكذا يقولون. سليم، احنا امام شخص مريض اللي هي الدولة الجزائرية، ويجب ان ننقذ حياتها وننقذ سمعتها وننقذ مصالحها. فكاين اجراءات استعجالية يجب ان نقوم بها باش ننقذوها. بعدها تاتي مسألة التغيير الهادئ كعلاج طويل المدى، لانه الاثار تاع المرض اللي طال خلات الجسد هذا ضعيف بزاف. أول إجراء هو الإعلان على نهاية العهدة الرئاسية في أقرب وقت. ثانيا تنظيم حوار وطني تكون مسألته الرئيسية الرئاسيات المسبقة، حرية الإعلام، حرية الصحافة، حرية الأحزاب، ونروحوا لانتخابات رئاسية تجدد على الأقل رأس النظام السياسي، وتخلي تعطي أولا أمل للشعب الجزائري باش يلتف حول رئيس يحمل أفكار وليس شخص الرئيس، رئيس يحمل استراتيجية واضحة في الاقتصاد، في السياسة، في الدبلوماسية، يجمع حوله الكفاءات الوطنية ونبداو نشتغلوا. وهذا راح يعطيك دافع داخلي، أمل للشعب، راح تنقله خارجيا بقوة، وراح توصل الرسالة أنه هناك تغيير في الجزائر، فيجب التعامل مع الملفات الخارجية
بطريقة أخرى بعيدا على ما شاهدناه من بؤس طيلة 6 سنوات. لا أرى حلا اليوم في الجزائر مستعجل لإنقاذ الدولة الجزائرية إلا بالاستقالة تاع من هم مسؤولين على هذه الأزمات، على من هم مسؤولين عن الفشل. ولعل هذه الاستقالة اللي هي قرار شخصي وقرار لعله يكون تاريخي ويعبر على وطنية هؤلاء قد يغفر لهم ما فعل بالجزائر والجزائريين داخليا وخارجيا في 6 سنوات، كأنهم أخطأوا وصححوا الوضع وفتحوا المجال لمن هم أقدر وأكفأ على الأقل على إنقاذ الدولة الجزائرية من العزلة، من الفشل الداخلي والخارجي اللي آثاره راح تكون مدمرة على مستقبل الجزائريين. شكرا لك جزيل الشكر الدكتور سيف الإسلام بن عطية، المحلل السياسي الناشط السياسي أيضا، على هذه المشاركة معنا. كنت ضيفنا عبر الفيديو من الجزائر. الشكر موصول لك الأستاذ أبو طالب شبوب الصحفي المحلل السياسي على هذه المشاركة معنا هنا في الاستوديو. أشكر الفريق